قبل ما نبدا الفيديو اللي باقي ما تفرجش في الاجزاء القديمه ديال المسلسل يمشي يشوفهم في القناه. وثيقوا بيا الا ما سمعتوش الاجزاء القديمه ما غتفهموا حتى شي حاجه من هادشي اللي غتشوفوا اليوم. طبعا اخر حاجه شفناها في الملخص اللي فات كانت شيرة اللي تعرفات على روز اللي دات وجابت معاها في الهضره باش تعرف راجل اش كيدير في القاعده، ولكن ما خرجت منها بوالو. موراها ترجع بينا المسلسل للماضي وبالضبط سنه 1908. كنشوفوا الجنرال شو هو مازال باقي دري صغير، وكنعرفوا باللي في داك الوقت يلاه وصل لهاد المدينه. المهم كنشوفوا شو مع با في واحد المهرجان في ديري، وكيدخل شو لواحد البلاصه ديال الراب في داك المهرجان. في داك الوقت كيشوف شو واحد الراجل شيباني بعين وحده، وهذا الراجل كيخلعو بزاف. داكشي علاش هرب شو دغيا من ديك اللعبه وخرج تلاقى مع باه. في هاد اللحظه با عطاه واحد الجبال وخداو ومشاو بالطوموبيل، ولكن في الطريق الطوموبيله طاحت اون بان، فطلب منه با ينزل يجيب ليهم قرعه الماء يشربوها على ما يصاوب هو الطوموبيل. وبالصدفه شو لقى شي دراري من السكان الاصليين واقفين في واحد الجنب كيبيعوا الماء، ومن بين الدراري كانت روز اللي حتى هي كانت في ذاك الوقت دريه صغيره. المهم مشى شو عند روز وطلب منها قرعه الماء، عطاتها ليه ولكن شو فلوسه ما كانوش كافيين. داكشي علاش عطى الروز الجبات ديالو في بلاصه الفلوس وسالاو تما ومشى مع باه. في الايام اللي موراها كنشوفوا باللي شو بدا كيتقرب من روز كتر وكتر، ولاو صحاب بزاف وديما كيلعبوا بجوج. واحد المره وهما كيلعبوا جرى شو لجيت واحد الغابه، روز طلعت وقالت لشو ما يدخلش لديك الغابه، ولكن شو ما سمعش كلامها ودخل ليها. وانا خرج شو واحد الوحش كيخلع كيسكن في هاد الجزء من الغابه. هاد الوحش هو وحش الجارو اللي كنا كنهضروا عليه، والسكان الاصليين ومنهم روز عارفين باللي هو كاين تما من ملايين السنين، وداك الشيء علاش حتى واحد ما كيقرب لديك البلاصه. المهم وحش الجارو بان شو على شكل نفس داك الشيباني اللي خاف منه وكان غادي يهجم عليه، ولكن قبل ما يديرها جات روز واستعملت الجبات اللي عندها وضربات به الوحش وعاونات شو باش يهرب. من بعد فاش هربوا وخرجوا من البلاصه فين كاين الوحش بقاو كيهضروا شو روز، وعرفنا من كلامهم باللي شو غادي يمشي من مدينه ديري بمره. روز قالت لي باللي اي واحد كيمشي من هاد المدينه كينسى كاع داكشي اللي عاشوا فيها، وهذه حاجه من الحاجات الغراب في هاد المدينه. داكشي علاش عطات روز لشو الجباد باش يبقى عاقل عليها، وللعلم هاد الجباد دار واحد الاتصال غير مباشر مع وحش الجالو، وهادشي غنفهموه من بعد، غير بقاو عاقلين على هادشي مزيان وصافي. كتسالي الفلاش باك هنا وكنرجعوا للوقت الحالي وكنشوفوا شو جالس مع الضابط فولر، والضابط كيقول شو بلي ديك الطوموبيل اللي لقاو فيها الجثث واللي بانت في القاعده هذه ايام كترجع لواحد العائله غبرات شحال هادي، وكلشي كان كيحسب لهم باللي تقتلوا ولكن ما كانش دليل على الموت ديالهم، وباللي وحش الجانو بين لهم الطوموبيل باش يعرفوا باللي هو اللي قتل ديك العائله زمان، وباللي الا بقاو كيقلبوا عليه غادي يقتلهم حتى هما. ولكن هاد الهضره ما اثراتش في شو، وقرر يكمل البحث على الوحش باش يسيطر عليه ويولي عنده سلاح واعر وقوه خارقه يقدر يهاجم بها الاتحاد السوفيتي. من بعد كنشوفوا شو مشى عند بولي وليو معاهم ديك، وقال لي بولي باللي غادي يطيروا بالطياره فوق الغابه ويتبعوا التعليمات ديال ديك حيت هو اللي غادي يعرف فين كاين الوحش. عطاو لديك واحد البواطه فيها شي حاجه ما عرفناهاش في ديك اللقطه. موراها ركب ديك في الطياره معاهم وطاروا، تما جبد ديك داكشي اللي في البواطه وطلعت هي الجبات اللي ضربات به روز الوحش شحال هادي، وهاد الجباد من ديك الوقيته ارتبط بالوحش. المهم ديك قاس الجباد وبدا كيحس بالبلاصه فين كاين الوحش الجالو، وورا البولي ولي الطريق. وكنعرفوا هنا باللي ديك عنده قدرات خاصه وداك الشيء علاش شو مستعان به وعاطيه مكانه كبيره. فاش كان ديك حط يدو على الجباد فجاه لقى راسو تنقل لواحد البلاصه غريبه، وشاف قدامه جبل ديال الدراري الصغار طايرين في السماء. هذا المشهد بطبيعه الحال كيفكرنا في سلسله افلام ايت اللي ان شاء الله غادي ندير عليها فيديو من بعد، وهذا المسلسل حتى هو تابع لديك السلسله غير هو كيهضر على احداث وقعت قبل الافلام. المهم البلاصه فين لقى راسو ديك هي الكهف فين كان المهرج الراقص بيني وايز كيدير الدراري اللي كيخطفهم باش يتغدى على الخوف ديالو. وبالنسبه للناس اللي ما عارفين شكون هو بيني وايز، بيني وايز هو مهرج قاتل كيبان كل 27 عام باش يقتل الدراري الصغار ويرجع يتخبى. ديك لقى واحد الوحش بغى يهجم عليه وحاول يهرب، ولكن فاش رجعنا للطياره لقينا باللي ديك كان غايب على الوعي وحاول يحل باب الطياره باش ينقز وهو ما حس بوالو. كيسحاب ليه باللي هو في ديك البلاصه اللي تنقل ليها واللي شايفها في احلامه، اللي وقفوا في اخر لحظه وهبطوا كاملين بالطياره. موراها جا الجنرال شو سول ديك على داكشي اللي وقع، وديك قال ليه باللي هادشي كله من فعل وحش الجالو حيت خلاه يتخيل بهذا الشكل، وباللي الوحش دابا عرفنا كنقلبوا عليه ودخل العقل ديك باش يتخلص منه. ديك قال شو باللي خاصهم يحبسوا هادشي حيت ولا خطر، ولكن شو قال لي باللي غادي يكملوا واخا يطرى اللي يطرى. من بعد ايام كنشوفوا ديك مشى يتعشى عند لي ومراتو شارن، وفاش بقاو لي وديك بوحدهم سولوا لي كيفاش قدر يتواصل مع الوحش، وديك عاود لي على القدرات ديالو وبانه كيقدر يدخل لعقل اي واحد. هنا ليش فكر باللي الناس اللي هاجموا عليه شحال هادي واحد منهم دخل لعقله، وعرف باللي ديك كان واحد من دوك اللي هجموا عليه بامر من شو. طلب لي من ديك ما يعاودش يدخل لعقله ولا يفتش ليه في دماغه بلا اذن، وديك وافق وتاسف ليه. في الجهه الاخرى كنشوفوا دانيال من السكر الاصليين مشى عند روز وقال لها باللي جيش كيقلب على وحش الجالو وخاصهم يحبسوهم قبل ما تقع شي كارثه. روز وافقات ومشات للمحل ديالها، وجا عندها شو طلبات منه يحبس هاد الشيء ولكن رفض ومشى بلا نقاش.
في نفس الوقت ليلي كانت في المصحة النفسية، وقالت ليها الطبيبة إنغريد باللي تقدر تخرج اليوم، وفرحات ليلي ومشات للمدرسة تلاقات مع روني. ليلي قالت روني باللي يقدروا يخرجوا با هانك من الحبس بطريقة سهلة، وهي يستدرجوا الوحش ويصوروه ومن بعد يديو الصور للبوليس، وهكا غادي يتيقوهم ويخرجوا با. الفكرة عجبات روني بزاف ووافقات، وطلبوا المساعدة من والو صاحبو ريتشي. من بعد مشاو كاملين للمقبرة باش يستدرجوا الوحش، ولكن ما بان والو، وهما راجعين بدا الحماق حيت خرجوا ليهم تيدي وفالو سوسي بمنظر خيب بزاف، وبقاو كيهجموا عليهم وهما هاربين وتيصوروا فيهم. ويل شاف واحد الكلون غريب اللي تيشبه البيني وايز وصوروا في البلاصه. ومن بعد ما كملوا مشاو دغيا باش يخرجوا التصاور، وشافوا الوحوش باينه فيهم مزيان، وفرحوا باللي عندهم اخيرا دليل. وموراها مشاو عند الكوميسار كلينت وراو التصاور، ولكن الصدمه هي ان كلينت ما بانت ليه حتى شي حاجه في التصاور، وفهمنا باللي الوحوش تيبانوا غير للدراري. كلينت كاع حيت كيصحاب ليه كيكذبوا عليه، وقال لهم باللي هانك قاتل، ومنعهم يقلبوا في هذا الموضوع مره اخرى. ديريكت ليلي قالت لهم باللي الطبيبه انغريد اكيد غادي تيقهم وغادي تعاونهم يثبتوا موضوع هذا الوحش. على هذا الحساب مشات ليلي وتلاقات مع الطبيبه انغريد وسولاتها واش هذه المدينه غريبه واش فيها وحوش كيتسببوا في غبور الدراري الصغار. انغريد قالت لها باللي فعلا كل 27 عام كيطراو حوايج غراب في ديري بحال اختفاء الدراري، وهاد الهضره اكدت ليلي باللي شي حاجه خايبه كطرا. وهنا قررت تكمل البحث في هذا البلان. في الجهه الاخرى كنشوفوا روز مشات جلسات مع شيرا حيت ولاو صحاب. شيرا قالت روز باللي سمعت على هانك اللي شدو البوليس، وروز قالت لها باللي غالبا هانك ما دار والو، وشرحت لها باللي مدينه ديري ماشي مدينه عاديه وفيها كائنات غريبه كتخرج فجاه وخاصها ترد البال راجلها وولدها مزيان. هاد الهضره قلقات شيرا بزاف ولكن دوزاتها. من بعد شويه جا وائل عاود لمو كاع داكشي اللي وقع، وهي حضراتو باش ما يبقاش يخرج مع روني وليلي وريتشي ولا يقلبوا على الوحوش حيت يقدروا يموتوا، ولكن وعداتو باللي غادي تعاونوا يخرجوا هانك الا كان مظلوم. الغد اللي هو مشى مع باه الليل للبحيره باش يصيدو، اللي نسى شي حاجه في الطوموبيل وخلاه ويل بوحدو. تما ويل شاف باه خارج ليه من وسط الماء ولكن بمنظر تيخلع ويهجم عليه باش يقتلو. في ديك اللحظه اللي الحقيقي وصل واختفى داك الشبح. موراها لي ويل شافو نفاخ حمراء طايره في السماء، وهنا عرفنا باللي هذه هي العلامه ديال المهرج الراقص بيني وايز، هذاك الوحش اللي كيبان كل 27 عام. من بعد كنشوفوا ليلي في المدرسه جات عندها مارش وقالت ليها باللي بغات ترجع صاحبتها، وهادشي فرح ليلي بزاف. وهما جالسين كياكلوا جا واحد الدري زوين بزاف سلم على ليلي، ومارش بقات كتقول لها باللي هاد الدري معجب بها. ليلي فرحات ومشات للحمام تقاد شعرها، ومارش بقات كتسناها برا. في الحقيقه مارش كانت دايره مقلب ليلي وما كاين لا دري معجب بها ولا والو. مارش ما كانتش خايبه ولكن ضحكوا عليها دراري اخرين حيت بغات دير صحاب بزاف. المهم المقلب ما كملش حيت فجاه عينيها بداو كيتحركوا من بلاصتهم وتحولوا لوحش مخيف. مارج ما بقات كتشوف والو، بغات تقطع عينيها حيت بالنسبه ليها ولا وحش. مشات لواحد الماكينه في المدرسه وقطعت عينيها الاولى، وجابت موس باش تقطع العين الثانيه، ولكن ليلي جات في الوقت المناسب وحيدات ليها الموس. الكارثه هي ان الوحش اختفى وعينيها رجعوا عاديين في الشوف، ولكن مارج كانت ديجا هلكات عينيها بصح والدم مغرق الدنيا. وبنادم فاش سمع الغوات مشى كيجري لعندهم، لقاو ليلي واقفه فوق مارج وهزه الموس، وكلشي صحاب ليه باللي هي اللي دارت ليها هكاك. في بلاصه اخرى شيرا بدات كتهتم بقضيه هانك ومشات للكوميساريه وطلبات تقابلو، ولكن الضابط كلين ترفض. مشات عند مت هانك وقالت لها باللي هي ناشطه في حقوق السود وبغات تعاون ولدها. مت هانك فرحات بزاف ودارت لها توكيل باش تقدر تقابلو. الغد اللي مشات عنده شيرا وشافها بولي بالصدفه وهي داخله. شيرا تلاقات مع هانك وسولاتو فين كان نهار غبرو الدراري. هانك اعترف لها باللي ما كانش في دارو وما كانش في السينما كيف قال البوليس، وباللي كان خارج مع واحد السيده بيضاء كيبغيها وما قدرش يقولها حيت خاف من العنصريه والمشاكل. وهنا شيرا وعداتو تجيب ليه حقه، وفاش رجعت للدار واجهها راجلها اللي وقال لها تبعد على هاد المشاكل باش ما تجيبش لهم الصداع، ولكن هي ما سمعتش ليه. وفي هاد اللحظه ولدهم ويل كان في بيتو كيشوف بالتلسكوب وشاف المهرج بيني وايز حاضيه من الزنقه، تخلع وغوت وجاب باه اللي كيجري عنده. موراها هبط للزنقه يقلب ولكن ما لقى حتى شي واحد. تما لي تاكد باللي المدينه فعلا فيها شي حاجه ماشي تليه. موراها تنشوفوا باللي لي مشى يتلاقى مع ديك في واحد النادي سري للسود في الغابه، وعاود لي داكشي اللي طرا لويل في البحيره وباللي كاين شي واحد كيعس عليهم قدام الدار. ديك الساعه ديك حضروا باللي ويل في خطر والوحش حطو في بالو. من بعد ايام شو قال لي باللي شدو تانيال وديك غادي يحقق معاه. ديك الساعه من قوته ودخل عقل تانيال وشاف ذكرياته فاش كان صغير مع روز الكبيره. تما عرفنا الحقيقه كامله ديال الوحش جالو. وهو وحش غامض وصل الارض هذه ملايين السنين وسط نيزك. هاد النيزك كان فيه حجر كيلمع حابس الوحش، ولكن فاش طاح ودمر خرج الوحش وسكن في الغابه. السكان الاصليين عرفوا باللي الوحش كيخاف من داك الحجر اللي تيبري وداروا معاه اتفاق، هو ما يخرجش من الغابه وهما ما يدخلوش يصيدوا فيها. هاد الاتفاق بقى لسنين حتى جاو السكان الجداد وما صدقوش الهضره ودخلوا للغابه، والوحش بدا كياكل فيهم وكيصحح اكثر.
سيسكي اللي هي قاعدة السكان الأصليين ديك الوقت قررت تجمع 13 قطعة من داك الحجر اللي كيلمع باش يديروا به سجن الوحش. سيسكي ماتت ولكن بناتها كملوا المهمة ودفنوا 13 حجرة دايرين بمدينة ديري كاملة، وهكا ولات المدينة عبارة عن حبس للوحش وما يقدرش يخرج منها. انا ديك عرف من عقل تانية البلاصة ديال 13 قطعة، وهي واحد البيت مهجور تحت منه كاينين القوادس، تما كاين كاع الحجر اللي كيقلبوا عليه، والجيش بغى يوصل ليهم باش يضيقوا السجن على الوحش ويردوه غير في الغابة بوحدها. وهاد الدار المهجورة هي نيت اللي كان كيسكن فيها المهرج بيني وايز، وانا فهمنا باللي بيني وايز ماشي وحش بوحدو وباللي هو وحش الجالو كياخد هاد الشكل حيت هو كيتشكل على حساب الحاجة اللي كيخافوا منها الناس. يعني الدراري اللي كيخافوا من المهرج غيبان لهم مهرج، واللي كيخاف من حنش غيبان ليه حنش. واللي بغيت نوصل لكم هو ان المدينه فيها وحش واحد ولكن كل مره كيتسيف سيفه. المهم من بعد ما دخل ديك العقل تانيال باش ياخذ هاد المعلومات كامله، خرج دابا من عقله وسال هاد التواصل اللي كان بيناتهم. بسبب داكشي اللي دار ديك تانيال عيا بزاف وجاتو بحال شي حاله عصبيه، داكشي علاش نقلوه للسبيطار باش يتعالج. اما ديك فجاو عنده دابا شوولي وقال لهم بلي يقدر يعرف البلاصه ديال الوحش وديال القطع اللي كيحبسوه، وبلي غادي يقدروا يوصلوا ليهم عن طريق داك البير اللي كاين في ديك الدار المهجوره، واللي غادي يوصلهم نيشان تحت المدينه، البلاصه فين كاينين 13 قطعه كاملين. من بعد جلس ليه مع شو سولو علاش باغي يوصل لهاد القطع اللي كيحبسوا الوحش. شو جاوبو وقال لي بلي باغي يوصل ليهم باش يقدر يتحكم في الوحش الجالو، وفاش غادي يتحكم فيه غادي يصيفطو يحارب في بلاصه الجيش الامريكاني، وهاد الوحش غادي يكون هو السبب في ان الحرب البارده تسالي لصالح الامريكان على حساب الاتحاد السوفيتي اللي كاع ما اهتم بهادشي كامل. اللي كان هامو هو انه يجيب مرتو شيرا وولدو ويل باش يعيشوا في القاعده العسكريه ويكونوا في امان. وفعلا وافق شو واللي مشى نيشان عند شيرا وعاود لها كاع داكشي على الوحش وكيفاش محبوس و13 قطعه، وقال لها باللي هنا ما بقاوش في امان وخاصهم يمشيو يعيشوا في القاعده. وافقات شيرا وخداهم كاملين ومشى بهم تما. من بعد كنشوفوا شيرا مشات للكوميساريه حيت طرات حاجه جديده، وهي ان هانك غادي ينقلوه لحبس مشدد سميتو شاوشينك. فاش كانوا كينقلوه جا واحد الراجل من المدينه مع فردي وبغى يقتل هانك، ولكن العسكر وقفوه وركب هانك في الطوبيس اللي غادي للحبس ومشى. وللعلم شيرا كانت متبعه هادشي كامل وتتشوف كلشي، ولكن من بعد شيرا شافت في الاخبار بلي هذيك الطوموبيله اللي كان فيها هانك دارت كسيده وكلشي اللي فيها ماتوا الا هانك اللي هرب. والسؤال المطروح هو هانك فين مشى؟ باش نعرفوا الجواب مشينا عند الطبيبه انغريد، لقيناها باللي كانت غادا تركب في طوموبيلتها باش تمشي للخدمه، ولكن تفاجات بهانك راكب لداخل وطلب منها تمشي لشي بلاصه امنه. وملي وصلوا لديك البلاصه نزلوا وتما عنقاتو وقالت لي باللي توحشاتو. وهنا عرفنا باللي انغريد هي السيده البيضاء اللي كان هانك كيبغيها. انغريد قالت لي باللي البوليس صيفطوا احسن ناس عندهم باش يشدوه، وهانك قال لها باللي ما غاديش يقدر يهرب من المدينه وما عارفش فين يتخبى. ولكن من بعد فكر شويه وطلب من انغريد تواصل مع شيرا حيت هي اللي ثقه وغادي تعاونو يهرب بعيد على البوليس. ووافقات انغريد ومشات عند شيرا في القاعده العسكريه وخداتها باش يمشيو عند هانك. في الجهه الاخرى اللي مشات تزور مارج في السبيطار، وشفنا باللي مارج مازال عايشه ولكن عين من عينيها طارت. اللي ما وقع لها والو ما شدوهاش البوليس حيت مارج اعترفت باللي هي اللي دارت هكاك راسها. ومارج هضرات مع ليلي واعتذرات لها حيت كانت كتقول عليها حمقى وما متيقاش في داكشي ديال الوحوش، ودابا بغات تعاونها هي وصحابها. من بعد ليلي وريتشي وروني ويل تجمعوا فوق السطح فين كيجلسوا ديما، وتما لقاو واحد الخيمه داخل فيها شي واحد، وفجاه خرج لهم داك الشخص، وهنا كنتفاجئوا باللي هو ماتي، اول واحد غبر في الجزء الاول. ماتي كيبان مريض بزاف وقال لهم باللي فاش تخطف المهرج بيني وايز هو اللي خطفوه وداه المجاري وكان مخبيه تما، وقال لهم باللي بيني وايز هو اللي خطف تيدي وسوزي وفيل، وباللي قتل تيدي وكلا ليه راسو قدام عينه وقتل حتى سوزي، ولكن فيل مازال عايش. كلشي تصدم وقالوا لي خاصنا نعلموا البوليس، ولكن ماتي رفض حيت خاف يرجعوا للبا اللي هرب منه من الاول. هنا ليلي وصحابها قرروا يشوفوا شنو غيديروا. مشات ليلي تلاقات مع الطبيبه انغريد في دارها وعاودت لها كلشي، وقالت لها بغات تنزل هي وصحابها للمجاري باش ينقذوا فيل، ولكن انغريد حضراتها وقالت لها هادشي خطير بزاف. وليلي مشات بلا ما تقول والو وتجمعات مع مارجوروني وريتشي وماتي فوق السطح، وقالت لهم باللي ما غاديش يمشيو للبوليس ولكن غادي ينزلوا للمجاري، وقالت لهم باللي جابت لهم فنيده مهدئه من ديال امها باش فاش ينزلوا ما يحسوش بالخلع، حيت كيف قلنا الوحش كيتغذى على الخوف ديال الناس. في ديك اللحظه جا عندهم ويل اللي هرب من القاعده العسكريه وقرر يمشي معاهم. شربوا الفنيدة ودخلوا الانفاق اللي وسط الغابه باش يوصلوا للمجاري. وفي نفس الوقت روز الكبيره عرفت باللي تانيال تشد، مشات عند شو وسولاتو علاش خطفتيه. شو قال لها باللي عرف منه كلشي على الوحش وبانه غادي ينزل هو والعسكر وتانيال باش ياخذوا الحجر اللي مخبين. روز تخلعت وطلبات تشوف تانيال، وفاش شافتو عطاتو واحد القطعه من داك الحجر اللي كيخلع الوحش، وقالت لي بلا ما يحس بها حتى شي واحد باللي هذا الحجر غادي يحميه تمايا. من بعد تانيا اللي بولي وديك دخلوا هما والعسكر لديك الدار المهجوره ولقاو البير اللي وصلهم للمجاري اللي تحت الارض. ديك غير نزل تما فجاه لقى راسو كيغرق في واحد الماء،
حتى لقى راسو في دار قديمه مع جدو وجداتو، وفهم باللي هذه غير ذكرى، وشفنا باللي جداه كانت حتى هي عندها نفس الموهبه ديالو وكتهضر معاه بالعقل باش جدو ما يحس. وجدو كان راجل مسطي وعصبي وبغى ديك يستعمل الموهبه ديالو في النصب، ولكن ديك كان كيرفض. في ديك الذكرى جدو كان هاز واحد الصندوق وقال لديك باللي عارفو كيشوف الموتى، داكشي علاش خاصو يتخيل الصندوق في عقلو ويحبس فيه كاع دوك الارواح باش ما يبقاش يشوفهم. ودابا ديك تخيل باللي جدو وصل لذاك الصندوق وحلو، وهذا الشيء كيعني ان كاع داك الخوف اللي كان حابس لداخل خرج من جديد، وغادي يرجع يشوف الاموات اللي كان كيهرب منهم حياته كامله. وباينه باللي غادي ترون والاحداث غادي تزيد تسخن، ولكن هادشي غنشوفوه في الجزء الجاي والاخير من سلسله It Welcome to Derry اللي غنلوحو في اقرب وقت. وما تنساوش تعرفوا على ديك ابوني. تهلاو.